شايفين الجمال والحلاوة دي؟ من نص كيلو لحمة مفرومة بس عملت الوليمة دي كلها بمكونات بسيطة جدا. نص كيلو رمى معايا الكمية دي كلها مكرونة بشاميل وكفتة، وعملت حواوشي هخزنه في الفريزر. يلا بينا نشوف الوصفة، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نشوف الوصفة. دلوقتي معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين كده، هقسمها على 3 ويلا بينا تعالوا نشوف الوصفة. معانا بقى كمية بصل محترمة. انا هعمل شوية البصل الكمية كلها، لا هعمل المكرونة البشاميل وهعمل الكفتة وهعمل للحواوشي. دلوقتي يا بنات حطيت زي ما انتم شايفين البصل والفلفل، عايزين بقى تحطوا فلفل الوان حطوا، فلفل حراق حطوا. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده هجيب المعلقه وهقسمها معاكم علشان تكون ايه اللي مقسماها صح يعني، عشان اعملها بالتساوي زي ما انتم شايفين كده. نص كيلو، انا كان عندي عزومه ومش عارفه اعمل ايه، رحت مطلعه نص كيلو لحمه مفرومه وقلت لا بس هعملها يعني هعملها. فدلوقتي معانا شويه زيت كده على النار اهو، هنحط كميه. اخدت شويه من البصل اللي انا فرموه، هتسهل عليك انت فرمي شويه بصل وحطي على طول، يعني انت هتسهل معاكي جدا 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 يا جماعه الوصفه. والله وصفه اقتصاديه وسهله، ويا ريت تقولي لي في الكومنتات تحت إيه الوصفه عجبتكم ولا لا. دلوقتي جبنا شويه بصل، هقلبه كده على النار لحد ما يدبل، وهنزل عليه بحته اللحمه المفرومه بتاعتنا اهو. وهديها تشويحه، هي هتزيد معانا عشان هنحط عليها شويه جزر. هنحط عليها شويه جزر انا بحب احط بصراحه على اللحمه المفرومه صلصه، انتوا بقى بتحبوها من غير صلصه، بس الصلصه بصراحه بتديها طعم، والجزر بيديها بصي يعني سكره كده جميله. معانا بقى البهارات ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمه وشويه بابريكا صغيره كده وشويه بابريكا. انت بقى عندك بقى معلقه جوز الطيب مطحو، يعني جوز الطيب تبشريها كده تحفه جدا، بس ما كانش عندي. دلوقتي معانا جزره مبشوره. انا بوريكم يا بنات الخطوات واحده واحده، عشان اللي ما يعني معاش بيعرف مثلا يعمل عصاج اللحمه، بس انتوا كلكم شطورين وعسلات كده امارات هتعملوا كل حاجه. فجبت كيس صلصه كده كان عندي بصراحه، قلت ايه احطها. فلو عندك طماطم ممكن تجيبي الطماطم تضربيها في الخلاط وتحطيها تبقى جميله برضه. بس والله انا يا جماعه الصينيه عملت صينيه محترمه زي ما انتم شايفين في اول الفيديو، وهوريكم برضه لما اطلعها من الفرن وتطلع جوسي كده معانا. دلوقتي معانا نص كيلو القطع، بقيه اللحمه التانية. معايا بقى برغل منقوع، انا نقع بتاع كوبايه ونص كده، كوبايه وربع. عايزه تقللي قللي، عايزه تكتري براحتك كتري. بس ايه يعني انا في فيديوهات كتير عندي قوي هتشوفوا طريقه اللحمه المفرومه بالبرغل جميله جدا. والله ما هتحسوا اصلا ان اللحمه المفرومه طعمها طعم البرغل. هنضربها كويس جدا في الكبه، وهنحط بقى شويه بهارات ملح وفلفل اسمر وبابريكا وبهارات لحمه، وهنحط معلقه من النشا عشان تمتص السوائل، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر علشان ايه تنفشها شويه ما تكشش معاكي في الفرن. وهنضربهم كلهم هنسمعهم لحد ما يطلعوا معانا ايه خيوط كده زي ما انت شايفه. بصي هتلاقيها يا بنات برضو في تكه برضو لازم اقول لكم عليها، هتلاقوها بتلزق طبيعي جدا، هتلزق معاكي علشان احنا مش بشرين البصل. معلش بس انا بوريكم ايدي احنا مش بشرين البصل، فطبيعي انها هتلاقيها هتلزق معاكي. فانت هتبلي ايدك ميه بصل لو عندك او شويه زيت وايه، واعمليها وتصبعيها في الشيش طاووق، عصايه الشيش طاووق دي هسيبها في التلاجة شويه. وتعالوا بينا ايه هوريها لكم دلوقتي. سبتها في التلاجة شويه وتعالي بقى هصبحها معاكم كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا كنت سايبه بقى ايه اللحمه على النار والمكرونه، فقلت ايه اصبحها معاكم كده عشان ننجز اي حاجه يعني. وانا كنت مشغله الفرن، فاصبع معاكم صباعين اتنين كده وهكملها معاكم. وما تنسيش يا بنات تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسوش يا بنات، والله انا الفيديوهات بتعب فيها جدا، ما تنسوش تعملوا اللايك والكومنت حلو زيكم تشجعوني فيه، عشان بجد ده بيفرق جدا معايا، والقناه تكبر بيا وبيكم يا رب العالمين. وما ما يتحرمش يعني بصراحة من كلامكم الجميل، ربنا يا رب يزيد حبنا لبعض واكون عند حسن ظنكم. دلوقتي بصوا بعد ما الكفتة اتعملت معايا، بصوا عملت معايا كمية محترمة جدا. هحطها على الفرن، هحطها في الفرن والمكرونة، يعني انا كنت حطاها مع المكرونة البشاميل في الفرن. دلوقتي هوريكم الجزء الثالث هعمل فيه ايه. الجزء الثالث انا هحط اللحمه المفرومه دي بقى اعملها حواوشي. معايا كميه البصل التانية ما فرمتش كله مع بعض، ما فرمتش، حطيت البصل دي بقى. كان عندي كيس بهارات من بتاعه الحواوشي دي بصراحه عملتها وايه وسمختها مع بعض كده زي ما انتم شايفين تحفه جدا. هسمغها كده مع بعض واوريها لكم تحفه جدا. هي عملت معايا ست رغيفه،
بس كان الرغيف بصراحه يعني كان وسط. عايزه تعملي اللي هو الرغيف الحوش الصغير ده، لا هيرمي معاكي بصراحه. بصوا بقى، تحفه يا بنات. دي انا عملتها بصراحه وحطيتها في الفريزر، بحيث ما كنتش مثلا مكسله اعمل اكل تعبانه ولا حاجه، اروح مطلعاها فرد، مطلعاها حطها بنقطه زيت في الطاسه، اسخن الزيت كويس، واروح حاطه رغيف الحواوشي وايه وموطيه عليه النار هيستوي، ومعاه شويه بطاطس محمره وشويه طحينه وخلاص الحمد لله. ادي وجبه تانية كمان من النص كيلو. هي عملت معايا 6 رغيفه. 6 رغيفه هحطهم في 3 في كيسين، 3 و3. فالرغيف لو اصغر من كده لا هيرمي معاكي بصراحه، هيرمي معاكي. دلوقتي بص انا زي ما انتم شايفين كده انا بكيسه 3 ترغيفه، معلش عشان انا بمنتج بالليل والله عايزه انام. 3 ترغيفه في كيس وايه، واطلع منهم هوا واحطه في الفريزر. اسهل طريقه تعملي بيها حتى الكفته برضه، لو انت مش عملتيها مثلا، آه يعني لو انت مش عملتيها ممكن برضه تصبعيها وتحطيها في الفريزر وتطلعيها. دلوقتي بعد ما اللحمه، بصوا يا جماعه بعد ما استوت ازاي، تحفه جدا جدا جدا. هعمل بقى، بصوا بقى انا مش انا من دي الزبده بقى برضه يا جماعه، دي الزبده انا عاملاها في البيت. يعني انا عملت فيديو قبل كده للزبده النيوزيلندي، هبقى اسيب لكم هبقى اسيب لكم تعليق يا لا مش عارفه اتكلم. هسيب لكم اللينك القناه بتاع الزبده النيوزيلندي في الاول، تعليق مثبت، خشوا شوفوه بس تحفه والله. بصوا بقى، بصوا هي عشان انا زبده انا عاملاها فيها لبن. بصوا حتى بصوا لما جت ساحت معايا ما نزلتش ميه، ما نزلتش لبن، بس هنا الحله بتاعتي اتلسعت شويه عشان كنت سايبه النار وكنت بعمل حاجه تانية والحله اتلسعت مني، بس مش مشكله. دلوقتي بقى معانا كده 5 من الزبده، 5 مكعبات من الزبده عليهم 5 معالق من الدقيق، واقلبهم زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم انا واقفه والجو نار صاخد، بس يلا الحمد لله كنا بنتعب، ربنا يا رب اللي احنا بنعمله قعدنا في ميزان حسناتنا والله. الطبيخ والوقفه في المطبخ دي ناخد عليها حسنات واجر والله. دلوقتي معايا كيلو من اللبن، واحط ملح وفلفل اسمر، لو عندك برضو جوز الطيب، انا بحب احط جوز الطيب، حطي مرقه، بس انا بقى بكتفي يعني بصراحه بالملح والفلفل الاسمر بس في البشاميل. ففاهميني، فانا ايه، حبيت اوريكم برضو. بس انا بحب اصلا المكرونه البشاميل اللي فيها بشاميل كتير، بحب كده تطلع كده، احب اكلها سخنه تطلع كده، البشاميل يبظ منها. وهنحط شويه ملح وشويه فلفل اسمر، والبشاميل بتاعنا بقى خلص كده لحد ما ايه يتقل معايا. بكتر، احب انا بصراحه بحب الفلفل الاسمر كتير في الاكل. فهقلبها كده لحد ما ايه، لحد ما تتقل معايا. وتعالي بقى اوريكم بقى ايه، نخش بقى على الخطوه التانية، المكرونه. هقول لكم بقى المكرونه انا بعملها ازاي. دلوقتي انا جبت المكرونه عشان برضو كركبت المواعين. هجيب كبشتين من معلقه، كبشتين من البشاميل، هحطهم على المكرونه زي ما انتم شايفين كده، وهقلبهم. ودي الصينيه اللي هدخل بيها الفرن، واروح حاطه اللحمه المفرومه مقلباها في قلب المكرونه. ولا تحطي بقى مكرونه ولا تحطي لحمه مفرومه ومكرونه، لا انا بحب اخلي اللحمه كلها هي والمكرونه. اللي ياكل مكرونه يلاقي كل الخلطه كلها فيها لحمه مفرومه، ما يبقاش حته فيها وحته ما فيهاش. فاهميني زي ما انتم شايفين كده. انا هقلبها كلها زي ما انتم شايفين كده، هقلب اللحمه المفرومه في المكرونه لحد ما اخلي المكرونه كلها لحمه مفرومه. دي بتسهل عليا وبتخلي المكرونه كل اللي ياكل مكرونه بشاميل يلاقي فيها لحمه مفرومه. فاللي بيعمل الحركه دي زي يقول لي في الكومنتات، واللي مش بيعملها برضه يقول لي برضه. زي ما انتم شايفين اروح، بس هي دي كده، اروح حاطه بقى البشاميل فوق في الوش. انا بحطش بيض بصراحه، انا بكتر البشاميل. لو عندك جبنه موتزاريلا حط، بس انا ما كانش عندي. انا بكتر البشاميل وبحطها بتطلع احلى وش. انا ما بحبش البيض، بحس ان البيض لما تيجي تقشي تكسري البيض على البشاميل تحس يبقى فيه زفاره، انا مش بحبها بصراحه. وبصوا بقى لما تطلع من الفرن، بصوا بقى الجمال والحلاوه والله يا جماعه. شوفوا حته اللحمه عملت معايا صينيه محترمه ازاي. دي احنا اكلنا منها وتاني يوم هاكل منها يعني احنا، فاهميني. فوالله العظيم تحفه جدا. بصوا انا بطلعها لكم وهي سخنه، انا بحبها بقى جوسي كده. فاللي بيحبها برضه زي يقول لي في الكومنتات. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وتعملوا لايكات كتير جدا وشير للفيديو كتير جدا، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. وبحبكم جدا 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 جدا، يا رب ما يحرمنا من بعض ابدا. واي وصفه انتوا عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات تحت، وانا باذن الله هعملها لكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك يا بنات. واحلى مكرونه هتدوقوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. والسلام.